الحريق الذي اندلع أول أمس بالمحمدية، أفادت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بأن البنيات التحتية للتخزين وكذا المستودعات المجاورة لم تتأثر بفعل الحريق. وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته تنويرا للرأي العام على إثر نشوب حريق في موقف شاحنات صهريجية لتوزيع الغاز بمنطقة لافاليز بالمحمدية، أوضحت أن الحريق شب أولا في إحدى الشاحنات الصهريجية لنقل غاز البروبان وليس في مستودع التخزين، ثم انتقل بعد ذلك ل4 شاحنات صهريجية أخرى بموقف الشاحنات. وحسب ذات المصدر فإن الحادث تسبب في خسائر مادية تمثلت في احتراق 5 شاحنات صهريجية إضافة لسيارتين للخواص وبعض الأضرار في موقف الشاحنات. تميز عام 2022 الذي يشرف على الانتهاء تميز بتحقيق المغرب لمجموعة من المكتسبات على مستوى الأمم المتحدة، ومنها قرار مجلس الأمن الأخير ب 2654 الذي كرس هذه المكتسبات وعزز موقف المغرب من خلال تجديد التأكيد على أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي. التفاصيل في هذا التقرير الذي سيلقي الضوء على أبرز المكتسبات المحققة أمميا مع النعماء العينين. نجحت الدبلوماسية الحكيمة للملك محمد السادس في تحقيق انتصارات استراتيجية على مستوى ملف الصحراء المغربية. وفي استقبال الملك محمد السادس للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وبعد التطرق إلى قضية الصحراء المغربية على ضوء القرار 2654 الذي صادق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 27 من أكتوبر الماضي، جدد الملك التأكيد على الموقف الثابت للمغرب لتسوية هذا النزاع الإقليمي على أساس مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة، ودعم المملكة لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي ستيفان دي ميستورا من أجل قيادة المسلسل السياسي، وكذا لبعثة المينورسو لمراقبة وقف إطلاق النار. وبفضل الانخراط الشخصي والمتابعة الدائمة للملك محمد السادس، حقق المغرب مجموعة من المكتسبات على مستوى الأمم المتحدة. وفي قراره الأخير 2654 كرس مجلس الأمن المكتسبات التي حققها المغرب، كما عزز موقف المغرب من خلال تجديد التأكيد على أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب في سنة 2007 كأساس يتسم بالجدية والمصداقية كفيل بإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما نصت على ذلك قرارات مجلس الأمن السابقة. مجلس الأمن في قراره الأخير هنأ المغرب أيضا على جهوده ومنجزاته في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في أقاليمه الجنوبية. أمميا دائما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه السنة قرارا يجدد تأكيد دعمها للعملية السياسية التي تجري تحت الرعاية الحصر للأمم المتحدة من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية في إطار قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007. ويتعلق الأمر بالقرار ذاته الذي اعتمدته اللجنة الرابعة، والذي يدعو جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي. وفي هذا الصدد يعرب القرار عن دعم الجمعية العامة لقرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007. فضلا عن ذلك يفضح القرار وكاذيب الجزائر وصنيعتها البوليساريو، واصفا قضية الصحراء بأنها نزاع إقليمي بين المغرب والجزائر وليس إطلاقا قضية إنهاء الاستعمار المزعومة. على مستوى الأمم المتحدة جدد المجتمع الدولي دعمه الكامل لمغربية الصحراء ولمخطط الحكم الذاتي باعتباره حلا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، والذي تجلى من خلال عبارات التأييد القوي والواضح والرسمي للمبادرة المغربية من طرف أزيد من 90 بلدا، وكذا افتتاح 30 بلدا لقنصليات عامة في مدينتي العيون والداخل في تأكيد على مغربية الصحراء. التأييد المطلق للموقف المغربي وللوحدة الترابية للمملكة المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة ليس انعكاسا واضحا وصريحا لعدالة القضية الوطنية وللدعم الذي يحظى به المغرب ولنجاح عمله الدبلوماسي على كافة المستويات تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس.
دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي أمس دعا القادة الليبيين من مختلف التوجهات لوضع نهاية للمراحل الانتقالية بالبلاد وجعل عام 2023 بداية عهد جديد في ليبيا، بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة واحترام حق الليبيين في السعي نحو مستقبل أفضل. كما حث القادة السياسيين على أن يكونوا قوة دافعة لحل الأزمة الليبية التي طال أمدها، وذلك من خلال التوافق على حل مبني على توافق وطني وتجنب أي أعمال تصعيدية من شأنها أن تهدد وحدة واستقرار ليبيا الهشين أصلا. دوليا دائما ألغت شركات طيران أمريكية أكثر من 4400 رحلة جوية كانت مقررة خلال اليومين الفائتين وسط عاصفة شتوية قوية تجتاح الولايات المتحدة تزامنا مع بداية موسم السفر في العطل الذي يتوقع البعض أن يكون الأكثر ازدحاما على الإطلاق. وتأثر موسم العام الماضي بتفشي وباء كورونا بين العاملين، مما أجبر شركات طيران على إلغاء آلاف الرحلات الجوية، فيما أعلنت شركات الطيران الأمريكية هذا الأسبوع أنها ستلغي رسوم تعديل الحجوزات وفروق الأسعار للركاب في عدد من المناطق المتضررة. هذا وقد حظيت الحصيلة السنوية لعام 2022 التي كشفت عنها المديرية العامة للأمن الوطني حظيت بالإشادة من طرف المواطنين الذين تفاعلوا إيجابا مع رغبة المديرية العامة للأمن الوطني في تعزيز الانفتاح على المحيط الخارجي للمؤسسة وترسيخ مرتكزات الحكامة الأمنية والإنتاج المشترك. التفاصيل في روبورتاج مها جمال ويونس ميسوري. حصيلة سنوية غنية أصدرتها المديرية العامة للأمن الوطني في إطار تواصلها المؤسساتي السنوي، حصيلة يراها المواطنون بعين الرضا ويرشدون بعمل وتفاعل عناصر الأمن الوطني بسرعة وفعالية. بوليس خدامين مزيان تبارك الله عليهم، واقفين مع الشعب وكيعاونوا الناس، كتعيط عليهم ديك الساعة كيجيو وكيوقفوا كيأديو الواجب ديالهم. خدمه ديالهم تبارك الله محسنات وزادت تحسنات ووقفت على رجليها ديال المعقول، والامن ديالنا الله يخليه لينا دابا ولينا حاسين حتى حنا بالامان. الحمد لله ولينا تنشوفوه الامن داير الدور ديالو وكثر مقارنه مع الاعوام اللي فاتوا. الحمد لله حتى الا تواصلتي معاهم ولا شي تيقضيو لك الغرض، يعني ما بقيناش تنحسوا يعني بالخوف ولا شي. الحمد لله واخا تنبقاو حنايا بصفتنا كعمال هنا في هذا الحي وتنتعطلوا يعني في الليل في الخروج، يعني تنخرجوا عادي ما عندنا حتى شي مشكل. وتا الاخوان الا احتاجيناهم في شي حاجه في شي مشوره ولا شي حاجه الحمد لله تيقدموا يد المساعده. وآخر مشاركات المديرية العامة للأمن الوطني التي أبهرت الحاضرين وأثارت اهتمام العالم أجمع تنظيم حفل استقبال أسود الأطلس بعد مشاركتهم التاريخية في مونديال قطر. حضور وازن ومكثف لعناصر الأمن الوطني وغيرهم زاد الحدث هيبة ومكن الجميع من معاينة مشهودات رجال الأمن عن كثب في تأمين مثل هذه الأحداث. تلاحظوا ان الامن الوطني المغربي سورتو منين شفنا المجيء ديال الفريق الوطني ديال كرة القدم كيفاش انهم تمكنوا انهم بقاو ويخليو كل شيء على خاطرو وكل شيء على راحته، ام طون هما كانوا دايرين خدمتهم من الاحسن. الامن الوطني المغربي بقى غادي تدريجي حتى ولا من المنظومات اللي معترف بهم واللي كيشاركوا مثلا في كأس العالم ديال قطر 2022. شفنا الاستقبال ديال المنتخب الوطني كيفاش كان التنظيم وكيفاش كان هادشي تيرجع للفضل السي عبد اللطيف الحموشي. يعني الامن قايم بشغله. هذه الحصيلة التي تحرص المديرية على تقديمها نهاية كل سنة تمكن المواطنين من رصد العمل الجبار للمؤسسة على مختلف الأصعدة وتقييم مجهوداتهم للتفاعل أكثر مع انتظاراتهم من المرفق العام الشرطي. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لطقس السبت أن يكون الطقس باردا نسبيا بكل من المرتفعات والمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية والهضاب العليا، فضلا عن تشكل كتل ضبابية خلال الصباح والليل فوق السهول الشمالية والوسطى، وسيلاحظ تناثر حبات من غبار محليا.